في أماكن حتى لو قفلت أبوابها بتفضل مفتوحة لحاجات تانية، والمستشفى اللي في قصتنا النهاردة مفيش حد رجع منها زي ما دخل. مجموعة شباب ماشيين بالليل، واحد فيهم اسمه كريم بيقول: يا جدعان، ايه يعني مستشفى مقفولة؟ كله هزار، ندخل نلف ونطلع. صحابه بيحاولوا يمنعوه لكنه بيتحدى ويدخل من الباب المصدي اللي بيصرخ مع كل حركة. كريم بيولع كشاف الموبايل، بيبان ممر طويل مطرب، سرير حديد قديم مرمي في النص، يلقى باب مكتوب عليه قسم السجلات الطبية، جواه مئات الملفات على الأرض. يمسك واحد فيهم يلاقي التاريخ مكتوب: النهاردة اسم المريض كريم أحمد، تم الحجز في الغرفة 13. كريم بيترعش وبيرمي الملف بسرعة، بيكمل مشي لحد ما يوصل باب حديد مكتوب عليه غرفة العمليات. يفتح الباب يلاقي أدوات العمليات لسه عليها دم ناشف، وفجأة نور الكشاف بيركز على دكتور واقف في النص، لابس بلطو أبيض بس وشه مش باين. لما يرفع راسه تلاقي تجويف اسود مكان العيون. كريم بيجري في الممر لحد ما يوصل لغرفة عليها رقم 13. يبص من فتحة الباب يلاقي نفسه نايم على سرير ومربوط بأسلاك الأجهزة. الجهاز بيبين إن ضربات قلبه بتزيد. الليلة دي محدش شاف كريم تاني، لكن الغريب إن اسمه اتسجل في كل ملفات المستشفى لحد النهاردة. المستشفى اتقفلت من سنين، لكن لحد النهاردة الملفات لسه بتتحدث. يمكن انت تكون الاسم الجاي فيها.